يا صباح الفل عليكم. الله النهاردة هاخدكم في جولة في قرية من أحلى القرى الريفية في بريطانيا، وهتشوفوا الجو الإنجليزي على أصله. شايفين البيوت دي والقصر الكبير ده من أكتر من 300 سنة، والجنينة دي من الجناين المشهورة جدا عند البريطانيين، وكان مليانة إلى الآن يعني آلاف أو مئات عشان أكون دقيقة من شجر الكستناء أو ما يسمى بأبو فروة في مصر. واللي اكتشفته إن لسه في ناس يعني أسر إنجليزية عايشة في البيوت دي في المدينة دي. البيوت دي عايزة أقول لكم من 300 سنة أو أكتر من 300 سنة، ولسه ناس ساكنة في البيوت دي ومحتفظة بالأصالة والتاريخ بتاعها ومحبتش تنقل منها أبدا. بجد المدينة دي عجبتني وحسيت براحة نفسية فيها غير طبيعية، والناس هناك هادية جدا. يعني عايزين تعرفوا الإنجليزي الحلوين هتلاقيهم في القرى وفي الأرياف، العكس تماما من دولنا العربية. الأصالة والرقة والهدوء واللطافة كلها في الريف الإنجليزي وناس الريف الإنجليزي. بجد ناس جميلة جدا جدا، وهتشوفوا معايا، خليكم معايا. اللي وصل لعند الحتة دي يا ريت يا جماعة لايك وشير، واللي ما اشتركش ينزل يشترك حالا عشان تبقوا تيجوا معايا في جولات تانية كتير في بريطانيا. هنا البيوت الإنجليزية عجبتني جدا صراحة، بيهتموا جدا بالجنينة الصغيرة اللي قدام بيوتهم، بيملوها شجر وورد، حاجة كده في منتهى الجمال، تحس ان انت يعني في جنينة ورود ماشيين. الناس هنا ماشية بسلام وكل واحد ماشي في حاله، مفيش حد بيكلم اي حد، يكفي بس ان هو يبتسم لك ويقولك جود مورنينج وبس خلاص. بس بجد انا عجبني جدا جو البلد دي. طول ما انا ماشية في الطريق وانا حاسة ان انا عايشة في فيلم اجنبي قديم، بجد كنت حاسة ان انا عايشة اللحظة دي، كنت يعني مركزة في كل تفاصيل في الشارع. الشارع ده بقى بيفكرني بشوارع قديمة في مصر. شايفين يا جماعة؟ انا معرفش هنا في ناس عايشة ولا لا، بس البيوت هنا تحسي حتى من جوه عريقة كده، يعني في نوع من الأصالة القديمة. دايما انا بحب اي حاجة فينتج، اي حاجة قديمة كده انا بحبها جدا صراحة. هنا في ناس عايشة بس هم قافلين دلوقتي، او ده محل ممكن. بس انا المدينة، وكمان انا اللي استغربت له ان المدينة هس يعني ساكتة كده، تحس يا ربي الواحد عايز يقول ايه انتوا فين. بجد في هدوء رهيب رهيب جدا في المدينة. شايفين هنا كل مداخل البيوت كده جناين ورد تشرح القلب. شايفين؟ والله بجد عايزه اقول لكم المكان تحفه يا جماعه، تحفه. انا انصح اي حد يروح بريطانيا يزور المكان ده او القريه دي. شايفين مدخل البيوت؟ بجد حاجه جميله جدا، مش عارفه اقول لكم ايه يا جماعه. اللي وصل معايا للحته دي بجد الفيديو ده يستحق منك ان انت تدوس له لايك، ولو عجبك المنطقه دي او القريه دي اكتبوا لي في التعليقات تحت، ولو حابين اروح قرى تانية ريفيه في بريطانيا عرفوني كمان. شايفين يا جمال الورد؟ ناس مش كريستيانز تيجي يروحوا ماسكين في الملاصق وممكن جوه ميه اللي هي اسمها اوه ايوه. شايفين القعده الخطيره دي؟ بجد انا كان نفسي افتح الباب وادخل. يعني لمسات صغيره لكن بجد جميله جدا، بتفرق، ويعني لمسات بسيطه مش مكلفه كمان، بجد حلوه جدا عجبتني. اما المكان هنا بجد يا جماعة خيال، بجد خيال. معرفش ليه انا افتكرت مصر في المكان ده، والغيط بقى والارض والمية كده اللي بتجري وسط الزرع جه في بالي على طول. بس هنا وجود البيوت بالطراز ده بجد مدي منظر رائع. عايزة اقول لكم ان الكاميرا كمان ظلمة المكان، المكان تحفة. واللي لاحظت فيه كمان ان المكان ده فيه عرب، يعني في بعض الخلايجة بيجوا من بره مبتعثين او كده ويجوا يزوروا الاماكن والقرى الانجليزية دي. وكمان المية دي كلها سمك، مليانة سمك، وبيجوا هنا ناس تصطاد مخصوص ولازم احجام معينة من السمك.
شايفين يا جماعة؟ مش عارفة اقول لكم ايه، بجد المكان هنا اكتر من رائع. انا عايزة اشكر كل مشترك جديد دخل في القناة في المكان الجميل ده. انتوا نورتوا القناة، واللي ما اشتركش يا جماعة حالا ينزل يشترك. انا اتمنى اعيش في بيت زي ده بجد بجد. البيت كده يعني مدخله يشرح القلب، بجد تحفة. شايفين يعني ما تفهموش ده بيت ولا ده يعني حديقة كلها يعني ورود. البيت ده لازم اي حد معدي من على الطريق لازم يتصور عنده، لازم، ده شيء ضروري. يعني شايفين الناس اللي جوه بقى لما كل شوية يجي واحد يتصور قدام بيتهم، حاجة جميلة جدا. They are real, but look like plastic. yeah. It's amazing. شايفين المنطقة هنا يا جماعة؟ بجد جوها رائع. هنا برضو دي قرية من القرى البريطانية. شايفين؟ هتلاقي فيها سياح كتير جدا بيجوا يصوروا فيها. بجد الجو بتاعها يعني رائع، اكتر من رائع. عايزه اقول لكم ان المنطقه دي مشهوره جدا على الانستجرام، اي سائح لازم يجي يصورها او ياخد هو فيها صوره. المنطقه دي اسم القريه، كل اسامي القرى انا هكتبها لكم تحت في الديسكريبشن. وقبل ما نختم الفيديو بتاعنا الرائع ده بجد مبهج كده، انا مش عايزه اخرج منه، يا ريت اللي ما اشتركش حالا ينزل يشترك ولايك، وما تنسوش الكومنت. وايه تاني مش عارفه اقول ايه تاني يا جماعه، ما اعرفش بصراحه. بس على العموم شجعوني وخليكم معايا عشان هصور لكم في مدن كتيره جدا في بريطانيا.